والله كنا عايشين يا ابن الصرماي منك إله. كيف كنا عايشين؟ يوميا كان عنا شهداء، يوميا كان عنا معتقلين عم بيتم تعذيبهم، يوميا كان عنا أمهات عم تبكي، يوميا كان عم ينقصف مناطق اللي كانت خارج سيطرة بشار الأسد. والله وبالله وتالله ما راح ترتاح سوريا وما راح يصير فيها استقرار حتى يتم محاسبة المجرمين. هي الدكتورة اللي تسرب فيديو امبارح عم تقول له زته بالله اليوم ما عم ترقد وتقول لهم بدي زيادة رواتب، او عم بتصير ناشطة سياسية، او عم تطلع مظاهرات مضادة للدولة. عم بتصير هذا الشيء ولا ما عم بيصير؟ هدول المجرمين لازم يتحاسبوا. لا تقول لي سامح شخص بينه وبينه جبال دم. ما رح ترتاح البلد حتى يتم محاسبة هذول المجرمين. هدول المجرمين يلي نكلوا بالشعب السوري، هدول المجرمين يلي نكلوا بأكثر شيء بالطائفة السنية. لازم يتم محاسبتهم، لازم يتم محاسبتهم على أعين الناس جميعا، وما يرحموا حدا منهم. ومكانكم السجن مو برا السجن. ولا تقلي سامح بدم أخوك أو دم ابنك أو دم أختك أو دم أي حدا بخصك، لأنه ما ممكن حدا يسامح.